العمومية عن المغادرة الطورية كمشروع خاسر كلف الدولة أطرا أساسية ووازنة ما زالت كتلة الأجور تراوح تقريبا مكانها. بالنسبة لكتلة الأجور في الميزانية العامة ما زالت تراوح مكانها، بل أدهى من ذلك أن الدولة اضطرت إلى التعاقد مع بعضهم. خرج المغادرة الطورية ومشى دار كونطرا مع الدولة ليؤدي نفس المهام وبأجور مجزية كثيرا. المسألة الثانية وهي إصلاح منظومة الأجور. خاصنا نعرفوا بأن العرض ديال السيد الوزير ذكر لنا واحد الرقم جيد جدا اللي هو معدل الأجور في المغرب كيوصل 7400 درهم 250 درهم 7250 درهم. هذا رقم جيد جدا، ولكن رجعتوا غتلقاو اللي رفعوا هو الأجور ديال مدراء المؤسسات العمومية. هذه المؤسسات العمومية التي يتجاوز الأجور فيها أكثر من 200,000 درهم دون احتساب التعويضات، دون احتساب التعويضات الترفيهيه الرفاهيه المطلقه اللي كتوصل في عمرها 75 مليون في الشهر، واللي الاخطر من داك الشيء بان هذه المؤسسه الا كانت كتنتج الثروه فهذيك الثروه هي ملك الشعب، وهذاك الشيء ما يمكنش تحفظ هذيك الثروه تكون خاصه بها وخاصه بالمدراء العمومي ديالها. وهذه دعوه ايضا الانخراط في هذا السؤال ديال اصلاح منظومه الاجور، لانه بطبيعه الحال غادي يجاوب على السؤال اللي طرح جلالة الملك اين تذهب الثروه. غادي يكون بين المحاور ديال الاجابه الاساسيه. المساله الثانيه وهي نظام التقاعد. خاصنا نعرفوا بان اصلاح منظومه التقاعد لا شك بان التشخيص اللي قدم السيد الوزير هو تشخيص واقعي وخطير جدا ينبع من الواقع، ولكن ايضا الا بغينا نصلحوا شي حاجه خصنا نمشوا للاصول ديالها، نرجعوا للاصل. ازمه التقاعد كنرجعوا للميل. اولا منذ الاستقلال الدوله المغربيه شخص الحكومات المتعاقبه لم تؤدي على مدار 40 سنه لم تؤدي الالتزامات ديالها تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، بحيث ان الموظفين منذ الاستقلال هما اللي كانوا كيخلصوا على الموظفين الاخرين. اكثر من ذلك ايضا بان الصندوق ملي تحول لصندوق استثماري دخل في استثمارات خاسره. هذيك الاستثمارات الان هي دعوه من نكايا وطن الحكم الانسان للتحقيق فيها ونعرفوا المآل فين مشاو ديال الفلوس. استثمارات خاسره، والا غادي يكون المآل ديالها بحال دوك الاستثمارات ديال بحال دوك الخسائر ديال السياج، بحال دوك الخسائر الكبيره اللي كتنشا لها لجان تقصي الحقائق، ورغم ذلك يتم اقرارها ولما تولد بعد. ايضا المساله الثانيه وهي الاصلاح اللي جاء في الحكومه الان هو اصلاح ليس اصلاح شمولي، وانما هو اصلاح معياري ومقياسي فقط، يرتبط بعمليات حسابيه، بحيث انه اذا زدنا الموظفين 65 سنه زدناهم 65 سنه غنطلبوا منهم يادوا 50% من الكوتيزاسيون ديالهم، وفي الاخير هادشي كلشي غادي يوصلنا ل 2022 و2022 عاوتاني غنطلبوا لهم يادوا ويخلصوا. هذه معضله حقيقيه في الوقت اللي السلبيه ديال هذا الاصلاح اللي جايبها الحكومه هو خطير جدا. واذا كانت واحد الهبه شعبيه ولا هبه ديال الحركه النقابيه تجاه الاصلاح فهي راه ماشي خبطه عشواء او ضربه عبثيه، لان الان الموظفين الان اللي داروا الاضراب بنسبه كبيره على المستوى الوطني وقابلين باش يتقطع عليهم الاجر، هذوك راه بغاو يسجلوا واحد الموقف بالرفض ديال هذا الاصلاح. لماذا الرفض؟ لانه الان غادي يسبب لنا نسبه الشيخ، غادي يعلي لنا واحد الدرجه كبيره جدا نسبه الشيخوخه في الاداره. الان الاداره ديالنا اذا كانت في الجزائر عندنا نسبه تشبيك 40% وتونس عندها نسبه تشبيك تقريبا 56% حتى 60%، حنا غتولي عندنا نسبه تشبيك يلاه 9%. اكثر من ذلك بان هذه الافواج ديال العاطلين خريجي المعاهد العليا وخريجي الجامعات اللي غادي يوليو يتكتلوا لنا سنويا، شكون غادي يوظفهم اذا كان تمديد سن التقاعد 65 سنه؟ اكثر من ذلك بانه حنا الان غنحلوا واحد الكريز وغنمشيو واحد الكريز اخرى، يعني غنهزوا المشكل من قاعه انتظار صغيره الى قاعه انتظار كبيره. اذا هذه دعوه من السيد الوزير باش يتصنتوا مزيان ويسمعوا الملاحظات ديال الشركاء الاجتماعيين. وبالنسبه لنا المجلس البيئي الاقتصادي والاجتماعي هو فقط هيئه استشاريه رايها ايضا مزيان ورائع، ولكن ايضا خصهم يتصنتوا الشركاء الاجتماعيين اللي كيمثلوا عموم الموظفين اللي جالسين معكم في هذه القاعه. هذه المساله الثالثه نتكلموا على الاضراب. الاضراب هو حق دستوري نظموه الان، حق دستوري على العلقان، ولكن الان لحد الان ما لبسناش الجرأه من طرف لا وزاره تحديد القطاعات العموميه ولا من طرف الحكومه باش تحدد ما معنى الاقتطاع في اطار مبدا الاجر مقابل العمل. كاين فقط تصريحات صحفيه، ما كاين حتى شي مذكره ولا شي مرسوم ولا شي سيركيلير ولا شي حاجه. هنا فقط هذا اللي كيؤدي لجوء بعض الادارات الى سياسه ترهيب، بحال مثلا كتطبق على الاضراب، اما بعض الادارات كتعتبر التوقف عن العمل
كنلقاو التكييف القانوني الوحيد ديالو هو الفصل 288 من القانون الجنائي اللي كيجرم اي توقف مدبر عن العمل. كتلقى ايضا بعض الادارات كتطبق عليه التغيب على العمل بصفه غير مشروعه، وطبيعه الحال هذيك مسطره خطيره اللي كتنعكس على الروحيه الاداريه للموظفين. اذا حنا بالنسبه لنا السيد الوزير في اطار الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان، كذلك المساله اللي اذا سمحتوا لي وهي الرشوه. الرشوه الان اللي وقعنا الان في وصلنا للوضع الكارثي، وهو ان الرشوه اتخذت طابع مؤسساتي، اصبحت اطار مؤسساتي. وغنعطيكم واحد الملف وربما سافاجئكم لانه هو ملف بصدد التحري ديال الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان. صفقه ديال 84 مليون، قدموا طلبه العروض، اريد هذه الصفقه باش يكون فيها واحد الخلل تقني. من بعد ما ارسلت الصفقه على واحد المقاول، تعرض طعن واحد مقاول اخر. مني وصلوا الطعن فعلا ذاك الطعن كان قانوني او مبرر، هذاك الطعن معلل، الغيت الصفقه تحولات لسندات الطلب، تحولات 13 سنه طلب. في البدايه القيمه ديالها كانت 84 مليون، سند الطلب اصبحت بقدره قادر 150 مليون. اذا حنا الرشوه، هذه الرشوه ماشي ديك الرشوه اللي كنحيدوا في بالنا، هو ديك الرشوه ديال الموظف كيهز ملف وكيدير واحد الشخص كيهز ملف موظف وكيدير مع 200 درهم وسطو. هذه راه ملايين، هذه راه اموال الشعب، اموال الشعب تهدر بها المنظوره. اذا كاين شي اراده ديال الاصلاح او اراده ديال محاربه الرشوه، راه خاصنا المصادر تدوز فعلا التدقيق ونعرفوا الخلفيه وندرسوا على مدى سنوات وندرسوا الاستفاده ديال الموظفين. راه الشيء اللي واقع لنا دابا راه من 34 مليون حتى 84 مليون حتى 150 مليون، او تصوروا شحال ديال الرشوه هذه. اذا كختاما من السيد الوزير، حنا ندعو فقط اولا الى ان يكتسي الاصلاح طابعا اجتماعيا يشارك فيه، حتى يشارك في مشاركه جميع مكونات المجتمع، حتى يكتسب صفه الديمومه والاستمراريه، ولا يرتبط باسم وزير فقط. اذا حنا التخوف ديالنا هو السيد الوزير مشكور الان جايب مشروع ديال الاصلاح، مني غادي يمشي غيجي وزير اخر حتى هو غيجيب مشروع ديال الاصلاح اخر، وهكذا نبقاو حنا غير في هذه الجلسات الحواريه اللي ايضا هي يمكن نعتبروه يوم من الايام هدر المال العام. المسألة الثانية واللي غنختم بها، وهي يجب أن تكون فلسفة قانون الإدارة العمومية قائمة على أن الموظف هو صادق. بريطانيا راه قايمة دايرة القانون على أن الموظف صادق، حنا دايرين القانون على أن المواطن براسو مجرم، يعني مجربينه من الأول. ديروا موظف صادق، غادي يبان التحفيز، غتبان بزاف ديال الأمور، ونطلقوا بهذه المقاربة الحقوقية. أستاذ اسماعيل الإطالة، وشكرا.